السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحتفل اليوم بالعيد السبعين لعيد الاستقلال المجيد تحت مظلة الجالية السودانية في منطقة جازان، وأنتم تشكلون هذا الحضور الأنيق، هذا الحضور الكبير. دعوني باسمكم جميعا أن أرحب بسعادة اللواء ركن الطاهر أحمد سمبو، قائد فرقة الحزم السودانية، وهو يمثل في هذا الاحتفال رمز السيادة الوطنية. كما أرحب باسم الجالية السودانية في منطقة جازان بسعادة العقيد الركن فتح الرحمن ممثل قائد اللواء 12، ويمتد الترحاب بالأخ الكريم العقيد الركن يوسف عبد العزيز ممثل قائد اللواء 11 بفرقة الحزم. الحضور الكريم جميعا بمقاماتكم السامية، روابط وجمعيات وشخصيات، هذه المناسبة مناسبة وطنية تمثل وتشكل الوجدان السوداني في كل مكان، في كل أصقاع العالم. اليوم نجد كل الجاليات السودانية تحتفل بأعياد الاستقلال. نحتفل هذا العام والسودان يمر بمرحلة مفصلية في تاريخه الحديث، وإذ نحتفل هذا العام حتى نؤكد أنه بالرغم من التحديات يظل الوطن حاضرا في الوجدان، ونحتفل اليوم بروح الفداء. نحتفل باسم الجالية السودانية في منطقة جازان بروح الفداء، ونحتفل اليوم والقوات المسلحة السودانية تحقق الانتصارات، ونحتفل ونحن على يقين تام أن النصر قادم، وسوف نحتفل بميلاد فجر جديد إن شاء الله. الإخوة الحضور